عاملين ايه؟ واهلا بيكم في فيديو جديد. واظن اخر الاخبار اللي هي كلنا عارفينها هم خبرين، خبر منهم وحش وخبر كويس، او خلينا اقول خبر ممكن يبقى وحش ممكن يبقى حلو، وخبر 100% كويس. خلينا نبدا بالخبر الكويس اللي هو ان ارسنال الحمد لله الحمد لله الحمد لله خلاص، يعني ايه، وفقا لاخر تقارير من اورنستين وفابريزيو رومانو بيتوصلوا لاتفاق مع سبورتنج لشبونه على القيمه او قيمه العقد لانتقال فيكتور يوكريش. ودي حاجه كويسه جدا 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 وحلوه جدا، لان كان حصل في النص كده من اسبوع كنت انا نزلت فيديو لما الاخبار طلعت خلاص ان ارسنال بيفنش في يوكريش. كان حصل كده ايه في كام يوم، اخبار ان سبورتنج لشبونه بيراجعوا نفسهم ومش موافقين على المبلغ، وان ده ممكن يعطل الصفقه، ويوكرش متمرد وما بيروحش التمرين، ورئيس سبورتنج لشبونه راكب دماغه وبيقول لك انا كده كده مش هبيع غير بالسعر اللي انا عايزه، وده لعيب قيمته التسويقيه دلوقتي كذا. انا كنت وعده ان انا هخليه يمشي بالمبلغ الفلاني، انما دلوقتي هو من احسن المهاجمين في العالم، فانا ليه ما اكسبش فيه وافيد النادي بتاعي؟ فمش هيمشي غير بالمبلغ اللي انا عايزه. فده ركب دماغه، ويوكرش ركب دماغه قال لك وانا مش رايح التمرين ومش هتشوفه وشي تاني. والتاني قال له خلاص ما تروحش، ان شاء الله مع انك ما جيت هوقع عليك غرامات، ان شاء الله تقعد الثلاث سنين ما بتلعبش كوره، فانت عندي ومش هتمشي غير بالمبلغ اللي انا عايزه. وفي الاول في الاخر يا جماعه، بصراحه الراجل يعني كرئيس النادي كان بيعمل اللي هو المنطقي والصح. فانا مش بلوم رئيس النادي، مفيش في الكوره حاجه اسمها انت اديتني كلمه وانت قلت لي واصلك وعدتني. الكلام ده ما بياكلش يعني عيش، لا في الكوره ولا في البيزنس ولا في اي حاجه. هو الراجل ممكن يكون كان قال له يوكرش قبل كده ان هو هيسيبه يمشي مثلا بالمبلغ بتاع 60 مليون ولا حاجه، انما هو انت مهاجم عندي سعرك عالي، جبت لي في الموسم الواحد 50 جون في الدوري وعملت ايه، اتشقلبت، الانديه كلها عايزاك مش عارف ايه، لا خلاص يبقى انا ايه، احاول ان انا ادخل منك اكبر قدر من الفلوس للنادي. وده فعلا اللي حصل، ان هو المبلغ اللي هو توصلوا له سبورتنج لشبونه وارسنال في قرابه 80 مليون، يعني 70 مليون و10 مليون بونسز وكلام كده. ففي الاول في الاخر يعني الرئيس النادي كان بيتعامل زي ما رئيس النادي المفروض يتعامل في مصلحه نادي، وطلع قال لك مفيش اي لعيب فوق مصلحه النادي. وفي الاول في الاخر الولد دي يستاهل المبلغ ده. يعني انا مبسوط ان احنا توصلنا لاتفاق على المبلغ اللي هو 80 مليون، لان هو ده هو يستاهل، هو مهاجم مكنه اهداف. وانا فعلا 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 في قمه الانبساط من الصفقه دي ومبسوط بيها جدا جدا جدا. ومتاكد يعني دي من الصفقات القليله اللي انت يعني بتبقى متاكد كده ان اللعيب ده هيجي فرقتك ينجح بلاج اند بلاي على طول، هيجي يركب في المنظومه وهيجيب لك اجوان. في لعيبه كده انت بتبقى عارف ان هو ايه، صعب قوي ان هو يجي وفجاه كده تلاقيه ايه، مش واثق في نفسه، مش عارف يتاقلم مع اجواء الدوري، مش عارف، بيضيع كتير، مش عارف ينسجم في الفرقه. في لعيبه كده انت بتبقى يعني بيزد على ادائها مع النادي بتاعها واللي انت شايفه من ثقه وتهديف وشخصيه وما بيخافش وقوه بدنيه، بيبقى صعب قوي ان انت تتخيل ان هو يجي مثلا في ريسك ان هو ما ينجحش او في ريسك ان هو خايف. فانا متحمس جدا 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 ومبسوط قوي، لان ده عنصر احنا بندور عليه يا جدعان من ايام ما فان بيرسي مشي. من 13 سنه مثلا. انتوا متخيلين ان احنا 13 سنه بنجري ولا سترايكر راس حربه، وقاعدين بنشوف عاهات بمعنى كلمه عاهات قدام؟ تمام، يعني بنشوف بقى لعيبه اللي هو بتيجي تحاول تملى لك المركز ده وما بتعرفش. شفنا بقى نيكولاس بندنر، شفنا بقى لوكاس بيريز يجي يلعبها لك، شفنا يايا سانوجو، شفنا جيرو هو كان لسه في فورمه البطه وبيحاول يجري ورا الكوره، شفنا لاكازيت اللي هو اول ما جه خاب شويه، اوباميانج جه لعب موسم واحد بعدين. نفسنا بقى في المهاجم اللي احنا نقدر نلجأ له في الماتشات المعربه، واللي احنا نقدر يعني نلجأ له ان هو يترجم كل الفرص وكل الحاجات اللي احنا بنوصل بيها للجون دي لاهداف. فهو يوكرش هيبقى هو المهاجم ده. وفعلا فعلا يعني انا متاكد ان هو ان شاء الله هيخش في سباق الجولدن بوت، وان هو يعني صعب قوي واحد يبقى جايب 50 جون في الدوري البرتغالي. يعني انت بتقول ان الدوري البرتغالي اسهل من الدوري الانجليزي، وانا متفق معاك، بس في الاول وفي الاخر مش لدرجه 50 جون. يعني لو قلنا مثلا ان الفرق 50%، ان انت الواد ده مش هيعرف يترجم 50 في النص جوانه اللي كان بيجيبها دي مش هيعرف يجيبها، ستيل هيجيب لك 25 جون في الدوري الانجليزي.
فانا مبسوط قوي 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 بالصفقه دي، بالذات ان هو كمان عايزنا ومتنازل عن جزء من راتبه عشان يسهل الصفقه، وعايز النادي جدا ومتحمس. ودي حاجه مهمه قوي، ان انت اللعيب بيبقى عايزك، وان هو بيبقى بيحلم ان هو يلعب عندك في الفرقه، ومقدر قيمه الفانيلا ومقدر قيمه النادي. فدي حاجه كويسه جدا، وهو ده الواد اللي احنا محتاجينه. محتاجين مهاجم رخم وشخصيته قويه وقوي بدنيا وكويس في الهيدرز وسريع وما بيخافش، والمدافعين تعمل له حساب والكلام ده كله. فانا مبسوط قوي 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 بالصفقه دي، وفعلا شغل عالي من بيرتا والحمد لله ان ارتيتا يعني في الاخر قرر ان هو ده المهاجم اللي يجري وراه، وفكه من السكه بتاعت سيسكو دي خالص. والحمد لله سيسكو راح لحاله، ويوكريش ان شاء الله هيبقى مهاجم ارسنال الجديد. ودي حاجه بصراحه يعني فعلا توري ان اندري بيرتا جاي يشتغل صح، والحاجات الايجابيه نقول عليها ايجابيه، والصفقات الكويسه نقول عليها كويسه، وندي جميع الناس اللي شاركت في الصفقه حقها، وندي النادي حقه والاداره حقها وارتيتا حقه والكلام الجميل ده كله. تمام تمام. طيب دلوقتي بقى زي ما بنتكلم على الحلو والصفقات الحلوه اللي هتخلص، لازم نتكلم برضو على الوحش. تمام. تتفق تختلف، ده كلها وجهات نظر في الاول وفي الاخر. صفقه مدويكي دي ممكن تبقى صفقه كويسه وممكن تبقى صفقه وحشه. هتبقى صفقه كويسه في حاله واحده بس في رايي، ان هو لو جاي بديل لبوكايو ساكا على ناحيه اليمين. دي الحاله الوحيده اللي الصفقه بتاعت مدويكي هتبقى صفقه ايجابيه وصفقه كويسه للنادي. حلو حلو. اي حاجه غير كده الصفقه دي فاشله. تمام. اي حاجه غير ان مدويكي جاي يقعد احتياطي لساكا هتبقى صفقه فاشله. تمام. هتقول لي ليه؟ هقول لك مليون الف سبب. لان اولا اولهم يا سيدي هديك الاسباب اللي هي ايه، اقل اهميه لاكتر اهميه. اولا مدويكي مش جناح شمال عشان تقول لي ان مدويكي هيجي يلعب جناح شمال، ولا عمره اتجرب في الجناح الشمال دي مع تشيلسي. فمش منطقي ان انت تجيب لعيب بيلعب يمين وتيجي تقول انا هلعبه جناح شمال. ادي واحد. الحاجه الثانيه ان ده لعيب اصلا تشيلسي ما صدقوا ان انت عرضت عليهم 50 مليون علشان تجيبه، ولدرجه ان هم قالوا له اتفضل يا حبيبي. هم في امريكا بيلعبوا كاس العالم للانديه، بيلعبوا النهائي قدام باريس سان جيرمان، لدرجه ان هم قالوا له اتفضل يا حبيبي امشي بسرعه من امريكا لو عايز تروح النادي الجديد بتاعك يلا، وسهلوا له وحجزوا له الطياره. مش مصدقين ان في نادي عاقل على وجه الارض قال لهم خدوا 50 مليون وهاتوا مدويكي ده. مش مصدقينها. الناس الوحيده اللي فعلا جت في دماغهم الفكره الجهنميه دي هو ارسنال والاداره. زي ما انا اديتهم ايجابيات في ان هم خلصوا الصفقه بتاعت يوكريش، لازم اتكلم على السلبيات في صفقه مدويكي دي. لان الصفقه دي يا جماعه لو انت خلصت سوق الانتقالات بتاعك بصفقات الهجوم يوكريش ومدويكي بس، فدي كارثه. لان ده معناه ان مدويكي انت جايبه يلعب شمال، لان انت 100% مش هتلعبه اساسي على ساكا. فده معناه ان انت جايبه يلعب جناح شمال، وانت عندك اوريدي اتنين بيزكوا على ناحيه الشمال، تروسرد ومارتينيلي، وما بعتش حد فيهم. تمام. فانت هتقعد تروتيت ما بين الثلاثه دول ناحيه الشمال، اللي هو كل واحد فيهم على الله حكايته. يعني فانت كده عملت ايه؟ لازم تجيب مع يوكريش ايزي، والكلام ده انا قلته 100 مره. ما ينفعش خالص تدخل لي بمدويكي. وده يدل السبب الثالث بقى ان انت ما بتتعلمش من اخطائك. ان انت كام واحد جبته روبابيكيا من مانشستر سيتي ومن تشيلسي ونفع؟ ولا واحد. من اول بيتر تشيك، من اول ما بدانا الموضه منيله ب 60 نيله دي، ولا بيتر تشيك جه عندك تحول الى خرم كبير. تمام. كاي هافرتس حدث ولا حرج. كاي هافرتس عامل ازاي؟ لا نافع كرقم 8 ولا نافع كمهاجم ولا نافع كلاعب كوره. رحيم ستيرلينج ادينا كلنا شفنا الواد جه تقريبا من اوحش الصفقات اللي عدت في تاريخ نادي ارسنال. تمام. خيسوس جه لعب معاك شويه كويسين، بعدين اتصاب وما عملتلوش قومه. زينشينكو جه لعب كويس، بعدين اكتشفنا ان هو دفاعيا ملط، وابتدينا نفهم ليه مانشستر سيتي تخلصوا منه، وبرده بيتصاب كتير. الوحيد اللي فلح شويه هو جورجينو، يعني لما كان بارتي بيتصاب كان بيخش يسد معاك كده وكان لعيب احتياطي كويس. انما غير كده انا ما شفتش لعيب واحد فلح جبناه من الفرقتين دول، لا من تشيلسي ولا مانشستر سيتي. وانا نفسي افهم ايه حب ارتيتا وملاك ارسنال في تشيلسي. هل في حاجه بتحصل من تحت الترابيزه احنا مش شايفينها ما بين الناديين؟ هل ده غسيل اموال؟ حد يفهمنا. مش ممكن على عشق اي لعيب من تشيلسي بيتجننوا عشان يجيبوه، وتشيلسي في نفس الوقت ما بيبقوش مصدقين ان احنا عايزين اللعيبه بتاعتهم بالمبالغ دي. يعني انت كده هتبقى صارف 120 مليون على مادويكي وهافرتس اللي هم اتنين عاهات صرفت عليهم 120 مليون. الحاجات دي هي اللي بتعطل لك المشروع يا ارتيتا. وصفقه هافرتس دي
عطلت المشروع بشكل كبير جدا جدا جدا. يا رب يا رب ما تكونش صفقه مدويكي دي الحاجه اللي هتنهي المشروع خالص وتنهي معاها ميكل ارتيتا، لان انا خايف جدا ان ارتيتا يكون عنده الفكره العبقريه ان هو شايف في مدويكي جناح شمال وعايز وجايبه على ان هو جناح الشمال الاساسي. انا حاسس ان ارتيتا تفكيره كده، لان انا ما تعودتش ان ارسنال في موسم واحد يجيب لي يوكريش ويجيب لي زوباميندي ويجيب لي نورجارد ويجيب لي موسكيرا ويجيب لي كيبا ويجيب لي مدويكي ويجيب لي ايزي. فانت بتتكلم في 7 صفقات في الصيف. فانا مش عارف يعني، انا مش بلاقي، انا مش ده ارسنال اللي انا اعرفه، الا لو بقى النادي محضر لي مفاجاه بنت لذين ان احنا لسه هنجيب ايزي كمان. ساعتها اقول لك باشا برافو عليك جدا، وانسى كل الكلام اللي انت قلته، عشان ده هيبقى معناه ان ايزي جاي يلعب شمال ومدويكي جاي بديل لساكا. هقول لك ما عنديش مانع، عايز تدفع 50 مليون في بديل انت حر يا عم، ما عنديش مشاكل، انما ما تجيبهوليش يلعب اساسي خالص. ما تجيبهوليش يلعب اساسي خالص. دي هتبقى، انا خايف ان دي تبقى الغلطه اللي هتضيع منك الدوري، لان انت صفقه يوكريش في الاتجاه الصح، صفقه زوباميندي في الاتجاه الصح، حتى الصفقات بتاعت موسكيرا ونورجد وكيبا انا شايفهم تمام مفيش مشاكل. حلو. انما صفقه مدويكي دي دايما كده بيبقى في موسم هي دي الايه، الحاجه اللي هو يا لو ما كناش جبنا ده وجبنا ده. فانا خايف ان ده يكون متجاب كجناح شمال يا جماعه وحذاري، ومش بعيد على ارسنال وعلى دماغ ارتيتا الحنيوكه، مش بعيد على ارسنال ولا على دماغ ميكل ارتيتا الحنيوكه خالص. واللي عارف ارسنال كويس واللي عارف ارتيتا كويس هيبقى فاهم انا بتكلم في ايه. تمام. علشان كده الناس كلها اللي بتقول وبيهاجموا مدويكي ليه ومش بيهاجموا مدويكي ليه، ما طبيعي يا جماعه الجماهير لما يبقى جاي لعيب او صفقه مش عاجباها تهاجمه، هو حرام ولا ايه؟ يقول لك لازم تدعمه. لا مش لازم ادعمه يا سيدي، مش لازم ادعمه يا سيدي. لو انا شايف ان هو لعيب فاشل والفرقه بتاعته بالدماغ كده بالعقل، لو ما كانش لعيب اي كلام ما كانوش سابوه يمشي وما كانوش هيبيعوه لك انت المنافس بتاعهم. هي من امتى يعني تشيلسي بيدونا هدايا من حبهم فينا يعني؟ ما هي بالعقل. لا صفقه تعبانه، ههاجم الاداره وههاجم المدرب اللي جايبها، ولما اللعيب يجي يلعب وحش هيتهاجم. اوكي. الحاله الوحيده لو هو جاي سكواد روتيشن او روتيشن بلاير عشان يلعب بديل لساكا، ساعتها هقول لك تمام صفقه كويسه. ولو لسه هتجيب جناح شمال بقى ايزي او رودريجو، شكلها مش هتحصل يعني، فهو غالبا ايزي هو اللي عليه الكلام. لو جبت لي معاه ايزي هقول لك يلا، هقول لك يلا برافو عليك تمام حلو. بس انما محدش يقعد يقول لي والسلبيات ومش السلبيات ونوني مدويكي. احنا كفايه، احنا مش جمعيه خيريه يا جدعان. مش كل لعيب مش ظاهر مع فرقته هنيجي نقول ان احنا هننعشه. احنا مفيش حد انعشناه، احنا مفيش حد انعشناه. في لازم اللعيبه اللي تجيبها تبقى مستويه وجاهزه زي يوكريش كده وزي داكلين رايس لما جبته. انما هتجيب لعيبه تقول لك كانوا كويسين في النادي بتاعهم قبل ما يروحوا النادي الحالي فهيجوا عندك يرجعوا كويسين زي ما كانوا في النادي الاولاني. لا ما بتمشيش كده، ما بتمشيش كده. احنا مش جماعه خيريه ومش مكان سحري اللعيبه بتيجي فيه بتنتعش وترجع لاحلى فورمه ليها خالص. بالعكس ده احنا اللعيبه بتيجي عندنا تتصاب اصلا وبتتنقل ب 60 نيله. فالوحش هيجي عندك يبقى وحش والكويس هيجي عندك يبقى كويس. تمام. فاتمنى ان الناس توصل لها المعلومه دي. كفايه ريسكات على لعيبه ان هم ما اثبتوش نفسهم ومفيش منطق من ورا صفقاتهم دي خالص. اوكي. فاتمنى ان هي يعني بس دي ما تكونش الحاجه اللي هتضيع منك الدوري تاني الموسم الجاي وهتضيع منك الشامبيونز ليج وهتضيع منك فرصه ان انت تطلع باي بطوله كبيره. لان فعلا 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 في صفقات عطلتنا، اولهم صفقه هافرتس. اوكي. والصيف اللي فات صفقاته عطلتنا، ميرينو وكالافيوري وستيرلينج عطلتنا. فاتمنى مدويكي ده ما يكونش زي مسمار في نعش ارتيتا ويكون هو الصفقه اللي هتنهي مسيره ارتيتا مع ارسنال. اتمنى ان هو يكون جاي كبديل، واتمنى ان احنا لسه هنجيب جناح شمال كويس الا وهو ايزي. وايا كان مبروك في الاول في الاخر على صفقه يوكريش، دي حاجه ايجابيه خلينا نفرح بيها. واخيرا جبنا مهاجم هداف وجبنا مهاجم قوي وجبنا سترايكر صريح ما بيلعبش اي حاجه تاني غير المهاجم، لا بيلعب شمال ولا يمين ولا تحت المهاجم، مهاجم رقم 9 صرف واثبت نفسه الموسم اللي فات ومن اكتر يعني الهدافين اللي كانوا موجودين على الساحه الموسم اللي فات. فالف مبروك الصفقه دي، وان شاء الله ان شاء الله يا رب مدويكي يكون جاي كبديل ونكون لسه كلنا مستنيين صفقه الجناح الشمال. واشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي. ما تنسوش تلايك وسبسكرايب، وهسيب لكم لينكس تويتر وانستجرام وتيك توك في الديسكريبشن، واشوفكم الفيديو اللي جاي.